كلمة critical point دي هي نقطة أنت ما تقدرش إنك تحدد، هو أنا عند النقطة دي بالضبط، هو أنا الfluid بتاعي هو liquid والّا غاز؟ أنت ما تقدرش إنك تحدد، لإن هو بيجمع ما بين الصفتين اللي موجودين مع بعض. طيب بالنسبة بقى للcurve اللي هو لونه أخضر ده بيمثل لي إيه؟ ده بيمثل لي حاجة اسمها الdew point line أو dew point curve، وده إن شاء الله اللي إحنا هنتكلم عليه النهارده، وده أصلًا محل الدراسة بتاعتنا. طب خلّينا كده نبسّط الموضوع، هو الموضوع بيتم إزاي؟ تصوّر دلوقتي إن أنا افترضت المثال اللي قدّامي ده، المثال دوّة بيقول إن أنا دلوقتي عند درجة حرارة الصفر قررت إن أنا أمشي مثلًا من ضغط 30 بار اللي هو هنا ده، ماشي؟ فضلت إن أنا أعمل إيه، أنا مثبّت الضغط عند 30 بار ولكن عمّال أزوّد درجة الحرارة، زوّدت درجة الحرارة، زوّدت درجة الحرارة، زوّدت درجة الحرارة، أنا كده برضه لسه إيه، جوّه الliquid state، أنا لسه كده إيه، ما فبّرتش أو ما اتبخّرتش. طَب طول ما أنا ماشي يمين، 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 هابدأ إن أنا هاعمل إيه، أخبط في الbubble point line أو الbubble point curve. يبقى الbubble point curve ده عامل لي إيه، ده بعديه هيبدأ يتكوّن bubble أو بعديه هيبدأ يتكوّن vapor. عشان كده بعد الدرجة بتاعة الحرارة دي عند الضغط ده، هيبدأ هنا نقدر نقول إن العداد بتاع الconcentration بتاع الغازات هيبدأ إن هو يزيد، والعداد بتاع إن هو بيحسب لي النسبة أو الpercentage بتاع الliquid هيبدأ إن هو يقل. بمعنى آخر إن أنا أقدر أقول إن أنا هنا 100% liquid، اللي هو إيه، في الحتة ديّة كده. طيب بالنسبة للحتّة دي، أنا برضه still 100% liquid، ولكن أول ما هاجي هنا أنا برضه لسه 100% liquid، ولكن أول ما هابدأ إن أنا أحوّل يمين، هتلاقي بقى نسبة الliquid بدأت إنها تقل ونسبة الvapor بدأت إنها تزيد. ليه؟ لإن أنا عمّال أزوّد درجة الحرارة عند إيه، عند constant pressure. بمعنى آخر إن أنا لمّا هازوّد درجة الحرارة، هيبدأ الvapor إن هو يزيد، وهيبدأ الliquid إن هو يقل، وده طبيعي جدًا. عشان كده عند المنطقة دي طول ما أنا ماشي يمين، الpercentage بتاعة الvapor هتبدأ إنها تزيد، والpercentage بتاعة الliquid هتبدأ إنها تقل. يعني أقدر أقول إن أنا وأنا ماشي كده زي ما إحنا قُلنا عدّاد الvapor مثلًا هنا 10%، هنا 20%، هنا 30%، هنا 40%، هنا مثلًا 50%. طيب هنا 50%، طب وبعد كده 60%، 70%، 80، 90، 100%. بمعنى آخر أول ما أنا هاجي عند الcurve اللي هو لونه أخضر ده، أنا كده بقيت 100% غاز أو 100% vapor و0% liquid. وبالتبعية أنا أقدر أقول بعد كده إن أنا مهما زوّدت درجة الحرارة، فأنا برضه still جوّه الvapor state. ليه؟ لإن أنا عند درجة الحرارة دي أنا vapor، فمن البديهي إن أنا لمّا هازوّد درجة الحرارة عن كده، أنا برضه still جوّه الvapor state بتاعتي، ماشي؟ طيب ده بالنسبة إن أنا دلوقتي باعمل إيه، ده أنا بازوّد درجة الحرارة عند ثبات الضغط. طب خلّينا كده نجيب الموضوع بالعكس، هنفترض دلوقتي إن أنا مثلًا عند درجة حرارة مثلًا 170 اللي هي دي، ماشي؟ طب وبعدين هاعمل إيه؟ أنا هابدأ إن أنا هارسم vertical line كده بحيث إن أوضّح إيه، أنا هاثبّت درجة الحرارة وهابدأ إن أنا أقِل بالضغط وأشوف اللي هيحصل بالضبط. طب إيه اللي هيحصل في الحالة دي؟ أنا هافترض مثلًا إن الضغط هنا 100 بار. طيب الضغط هنا 100 بار، ده معناه إيه؟ ده معناه إن أنا عند درجة الحرارة دي والضغط ده، ماشي، أنا جوّه الliquid state. طب لمّا أنا هابدأ إن أنا هاقلل الضغط، أقلل الضغط، أنا كده برضه still جوّه الliquid state. طب وبعدين إيه اللي هيحصل؟ هافضل أنزل، أنزل، أنزل لغاية ما أخبط في الخط الأزرق ده. once إن أنا خبطت في الخط الأزرق، برضه الconcentration أو الpercentage بتاعة الvapor هتبدأ إنها تزيد، والpercentage بتاعة الliquid هتبدأ إنها تقل. بمعنى كده إن أنا دخلت هنا الmixture zone أو الphase envelope اللي هو باللون الرمادي ده. معنى كده طول ما أنا نازل هابدأ إن أنا أزوّد النسبة بتاعة الvapor، ماشي. يبقى أقدر أقول باختصار شديد إن أنا دلوقتي الcurve ده اللي هو الbubble point line أو الbubble point curve دي عبارة عن curve مجموعة من النقاط اللي بعد منها هيبدأ يتكوّن vapor، ماشي. طب هل دي تهمني دلوقتي؟ لأ، دي ما تهمنيش دلوقتي، دي ممكن تهمني في حاجة تانية، ولكن اللي إحنا محتاجين نتكلّم عليه دلوقتي هو الdew
point curve أو الdew point line. ده باختصار شديد هو عبارة عن curve مجموعة من النقاط موجودة على الphase diagram اللي قدامي اللي هو ما بين الpressure والtemperature، اللي أنا لمّا هاعدّي وهابدأ لا إما نعمل إيه بقى، لا إما إيه، لا إما نقلل درجة الحرارة، فأنا كده عمّال أقلل الحرارة تدريجيًا زي ما إحنا شايفين في الخط ده، طول ما أنا عمّال أنزل بدرجة الحرارة كده تدريجيًا once إن أنا وصلت هنا هتلاقي في رذاذ كده اتكوّن، يعني أنا هنا كنت vapor، أنا عمّال أقلل درجة الحرارة، أنا برضه لسه vapor 100% vapor، طب قللت درجة الحرارة برضه لسه في المِيّة إيه، 100% vapor عند النقطة دي، بس once إن أنا وصلت هنا أنا على الرغم إن أنا still 100% vapor، ولكن once إن أنا قلّيت حاجة بسيطة عن درجة الحرارة دي عند ثبات الضغط ده، هيبدأ رذاذ كده من الliquid يبدأ إن هو يحصل له condensation. عشان كده ده معناه إيه، ده معناه إن على شمال النقطة دي أو لمّا هاقلل درجة الحرارة عن النقطة دي، إيه اللي هيحصل؟ الvapor هيبدأ إن هو يقل والliquid هيبدأ إن هو يزيد. طيب ده بيُعرف باسم إيه؟ ده يُعرف باسم الdew point. الdew point إيه؟ لو أنا باتكلم عن النقطة دي فدي اسمها الdew point pressure، لو أنا باتكلم عن النقطة دي فدي اسمها الdew point temperature. طب لو أنا باتكلم عن النقطة دي، النقطة ديّة اسمها الdew point pressure عند الtemperature دي. يعني أنا أقدر أقول دلوقتي إن أنا عندي أكتر من dew point pressure وdew point temperature والاتنين بيكونوا مُعتمدين على بعض. طب هو أنا باستخدم أنهي واحدة فيهم بناءً على الظروف اللي عندي؟ يعني إيه؟ يعني قد يكون مثلًا أنت دلوقتي شغال جوّه الreservoir اللي بيطلّع لي الغاز نفسه، طب الreservoir اللي جوّه الغاز نفسه ماله؟ isothermal. isothermal يعني درجة حرارته ثابتة عند كام؟ عند مثلًا يعني هنقول دلوقتي 250 كلفن مثلًا. طيب ده مثال يعني. طيب لمّا هو يكون ثابت عند درجة الحرارة دي، يبقى أنا درجة الحرارة دي أقدر إن أنا أجيب عندها الpressure اللي هيبدأ إن هو يكوّن لي liquid، وده بيُعرف ساعتها بالdew point pressure. يعني أنا عندي درجة حرارة ثابتة، فجِبت الdew point pressure اللي قصادها. طب لو عندي بقى pressure ثابت، أجيب الdew point pressure اللي قدّامها. ده يعني باختصار شديد الموضوع بيتم إزاي. طب خلّينا كده بقى ندّي مثال هو إيه تأثير الdew point من المنظور بتاع الdehydration وبتاع المنظور اللي هو إيه، هو إيه علاقة الdehydration وإيه علاقة الcontent بتاع الwater اللي موجود في الغاز بتاعي، ده إن شاء الله